السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا انا بعمل لكم النهارده المخروطه بقى، بس هعملها بطريقه مختلفه. يعني الناس اللي ما عندهاش مكنه والناس اللي ما عندهاش حله، فايه انا برضك هسهلها عليكم. انا هعملها لكم النهارده من غير ولا مكنه ولا حله، لان انا ولا عندي المكنه ولا عندي الحله. فايه قلت اعملها لكم بقى بالطريقه اللي احنا كنا متعودين عليها. يعني امي كانت بتعملها لنا بالطريقه ديت وستي يعني، والناس اللي هي بتاعت زمان دي. فدلوقتي انا ببتدي ان انا اعجن العجينه بس. مفيش الا ميه ودقيق ورشه ملح بس. هما دلوقتي اللي انا هحطهم. بصوا هي كده انا خلاص انا عجنتها. هبتدي بقى ان انا اكورها، اعملها كور يعني. زي ما انتوا شايفين كده الكور اللي انا بعملها دي اهيت. بصوا بقى اللي بتحط ايديها ديت على العجين ام سيد، بصوا واقفه في وشي. فهي برضو اللي بتحط ايديها على العجين وكده. بصوا بقى انا هكورهم كلهم، وهبتدي بقى ان انا اعمل معاكم الحله واوريكم انا بعملها ازاي. وهوريكم برضو وانا بقطع المخروطه ازاي، برضو هقطعها ازاي من غير مكنه. بصي عودي نفسك بقى تعملي اي حاجه سهله كده، اي حاجه تيجي في دماغك، لو حتى ما عندكيش الامكانيات بتاعتها برضو حاولي ان انت تعمليها. بصوا بقى انا حطيت المصفى في الحله زي ما انتوا شايفين كده، وسبت حته عجينه في الاخر خالص، وهلزقها في بين الحله وبين المصفى. بصوا اهي. بصوا اهي. شايفين بقى بلزقها ازاي؟ في ناس بقى بتلزقها برده، في ناس بتلزقها برده. بصوا شايفين بلزقها ازاي؟ هقعد بقى نظبط في الصينيه والحله وكده. يعني هقعد يعني اظبطها لغايه اما تظبط بالظبط. لو انت مش عايزه تعمليها بالعجينه ديت، في ناس بتعملها بعجينه رده. يعني بتحطي رده ودقيق وتعملها. بس انا بقى ديت لسه هجيب الرده وكده، دي حته عجينه اتفضلت. هي ما اتفضلتش يعني، بس انا قلت الحته اللي بدل ما انا اكورها واعملها اعملها في الحله احسن يعني. بدل ما اجيب يعني رده والكلام ده. هنا بقى ببتدي ان انا افرد. بصوا البتاع اللي انا بعمل بيها ديت هي اللي بتسهل لي اي حاجه. شايفين؟ بصوا بتفرد ازاي. بصوا جميله في الفرد بتاعها ازاي. انا بقى غطيت العجينه عشان ما ينشفش، لغايه بس اخد واحده واحده وكده. انا طبعا عامله بقى اللي هي الكوره ديت حته صغيره، مش مكبرها قوي، لان الرخامه عندي صغيره. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى انا بملى دقيق ازاي عشان وانا بقطع مفيش حاجه تتعجن. طبعا انا حاطه ايدي. بصوا بس ايدي بقى حطاها خفيفه قوي قوي، يعني مش متقله ايدي على العجينه، لا انا حطاها بس كده يا دوبك سند العجينه بيها. وبقطع كده. بصوا انا بقطعها برضو رفيعه، بس هي باينه في اللي هي يعني تخينه وكده، بس هي رفيعه في الحقيقه يعني وكده. هوريها لكم خالص لما تستوي يعني، في الاخر خالص هتشوفوها يعني. وكمان السكينه ما كانتش حاميه قوي، فهي دي اللي معطلاني. لو السكينه حاميه قوي هتسهل اكتر. بصوا بقى زي ما انتم شايفينها. بصوا بتطلع عامله ازاي. هعمل بقى واحده تاني معاكم واوريكم. بس هنا بقى البتاعه كانت وقعت اللي انا بعمل بيها ديت. بصوا اهي. انا هنا بقى اللي بتصورني بنتي عشان خاطر الستاند اتكسر. كنزي كسرت لي الستاند وكده. فروان بقى قلت لها خليكي ماسكه التليفون وصوريني. عادي بقى لو اتخرمت منك العجينه عادي، ما فيهاش اي حاجه يعني. كده كده هي بتتقطع اصلا. يعني كده كده انت بتقطعيها بالسكينه وكده. انا لو عندي بقى مكان كبير، يعني عندي رخامه كبيره وكده، انا كنت هكبر العجينه واعملها يعني بطريقه كبيره وكده. بصراحه البتاعه دي جميله قوي، بتسهل عليا كتير يعني. اللي هي بتاعت اللي بتفرد العجين دي، اللي هي العجانه دي. بصوا اهي. اللي بفرد بيها دي. انا اتعلمت الماسكه دي طبعا. انا كنت عندي في البلد يعني وكده، وشفتهم وهم بيخبزوا كانوا ماسكين كانوا ماسكينها كده يعني، فانا اتعودت ان انا امسكها زيهم. بين كل راق كده بحط دقيق عشان خاطر ان هي ما تتعجنش منك. بصي حطي بين كل راق كده دقيق مش هتتعجن منك. وبلفها بقى نصين. وببتدي بقى انا اقطع بالسكينه. بصوا السكينه اصلا كانت مستخبيه في الدقيق وكده. بصوا اهي. بصوا بقى رفيعه ازاي. انا بس حبيت ان انا ابطئ الكاميرا عشان اوريكم، بس هي بتبقى رفيعه ازاي. بصوا شايفين.
احنا بقى متعودين على كده، يعني عمرنا احنا ما عملناها بالمكنه. هي مرات اخويا بس عشان اتجوزت بالمكنه والحله وكده هي بتعملها لنا بالمكنه، لكن احنا بقى طول عمرنا امي يعني وستاتي وكده بيعملوها بالسكينه وبايديهم وكده. ومفيش حله طبعا، يعني هم بصوا كانوا مسايلين كل حاجه. بصوا رفيعه ازاي زي ما انا بقطعها كده. انا بس حبيت ابطئ الفيديو في الحته دي عشان اوريكم بس انا بقطعها ازاي، عشان ما حدش يقول ان هي تخينه وكده. وزي ما قلت لكم لو السكينه كمان حاميه اكتر يعني هتسهل معايا اكتر. يا رب بس الفكره دي تكون عجبتكم يعني وتحاولوا ان انتوا تقلدوها، يعني تعملوا زيها كده وتستفيدوا بيها. بصوا برضو كان لسه بكمل تقطيع. لو وصلتي بقى لغايه هنا ما تنسيش الاشتراك واللايك في القناه بتاعتي. بس بصوا لغايه اخر حته هي برضو بتتقطع، بصوا زي ما شايفين كده. خلاص كنت قطعتها ووريتها لكم بقى كده. هبتدي بقى انا ايه احط في الحله. بصوا انا في الحله انا في المصفى كنت حاطه حته، بس قلت اكمل معاكم يعني نسيت يعني، فبعد كده قلت اصور بقى. خلاص انا حطيت اول حطه اهيت وغطيت، وبعد كده خلاص هي داخله على سوا بقلبها اهو زي ما انتم شايفين. وهحط بقى ايه الحبه التانيين. ما تخافيش لو هي اتعجنت منك كده كده هتفك، يعني كده كده هتفك منك لما تستوي. ولو هي اتعجنت منك قوي رشه دقيق كده عليها وقلبيها هتفك برضو. مفيش حاجه صعبه، بصوا كل حاجه سهله اهي. احنا بنتصرف برضو كده. بصوا كانت خلاص بقى يعني داخله على سوا. هبتدي بقى انا ايه هنا بقى ايه احط السمنه. خلاص انا طفيت النار كده عشان السمنه بس ما تنزلش في الحله من تحت. بصوا شايفين البخار طالع ازاي. بصوا بقى انا خلاص كده يعني قلبت السمنه فيها، دوبت السمنه في المخروطه وكده. ابتديت بقى احط في الطبق وكده، واحط بقى ايه على الوش حبه عسل. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك